واشمعنى القلب بالذات اللي اهتميت بيه؟ لان القلب ده اهم حاجة في جسم الانسان. القلب ده هو اللي بيشغل كل اعضاء جسم الانسان. لو القلب ده كويس فالانسان هيقدر جسمه يكون كويس وهيكون جسمه سليم. لو واحد قلبه ضعيف ومش هيقدر يعمل ولا مجهود ولا هيقدر، جسمه هيبقى ضعيف. وبدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ان الجسم فيه مضخة، اذا صلحت صلح الجسم كله، واذا فسدت فسد الجسم كله، وهو القلب. يعني القلب ده لو صالح هيصلح الجسم كله، ولو القلب فاسد للأسف الجسم كله هيفسد وأعمالنا كلها هتكون فاسدة. ده معنى الحديث. القلب مهم جدا لأن القلب ده عامل زي الملك، وأعضائنا هي جنوده. فالملك ده لو ملك صالح جنوده هتبقى صالحة، أما لو ملك فاسد